دلوقتي بقى هندخل على بارت مهم قوي، وهو بارت بتاع الستوري بتاعتنا. اول question هنا بيقولك ايه: if Miss Havisham fiancés، يعني لو خطيب مس هافيشام دي اللي هي بطلة الستوري بتاعتنا hadn't deceived her، لو ما كانش خدعها، how do you think her life would have been؟ تفتكر حياتها كانت هتبقى عاملة ازاي؟ طبعا هي وقفت حياتها ساعتها لما هو خدعها في الستوري، في اليوم والساعة 9 بالظبط، الوقت اللي هو ما جاش فيه واللي هو خدعها فيه، وكل حاجة فضلت زي ما هي، ووقفت حياتها نهائي بسبب حاجة زي كده. طيب how do you think بقى her life would have been، حياتها كانت هتبقى عاملة ازاي لو ده ما كانش حصل؟ طبعا هنا نقدر نقول her life would have changed greatly، يعني حياتها كانت هتتغير بطريقة أفضل، أو يعني بطريقة عظيمة جدا، كانت حياتها هتتغير تماما. she would have been very happy، يعني كانت هتبقى سعيدة جدا. كان ايه كمان: she wouldn't have asked the girl or the little girl to be cruel with men، ما كانتش هتخلي ال little girl اللي كانت عندها ان هي تبقى قاسية. cruel يعني قاسية، او ان انا اقدر اقول instead of saying يعني cruel ممكن اقول bad with men، ان هي تبقى معاملتها وحشة او سيئة مع الmen عموما، الرجالة. طيب تاني question عندنا بيقولك Pip and Magwitch proved أثبتوا that they had human feelings، ان هما عندهم مشاعر. طب نexplain الموضوع ده بقى ازاي بالدليل، evidence بدليل. طيب انا طبعا ماجوتش ده اللي هو الحرامي اللي هو قرر ان هو يسيب الثروة بتاعته لبيب، فهنقول ماجوتش decided to leave his wealth to بيب، قرر ان هو يسيب الثروة بتاعته لبيب. وده طبعا حصل ليه؟ اولا احنا عندنا بيب اصلا helped him a lot، هو ساعده helped him امتى بقى؟ when he gave him food، لما اداله طعام او اكل، and also when he released him، لما اطلق سراحه. طيب وبالنسبة بيب يعني ايه بقى الايفيدنس او ايه الدليل ان هو عندهم human feelings، ان هو عنده مشاعر؟ لما كان بيروح للسيدة هشام عشان كان يرفه عنها، كان يخليها مبسوطة، كان يخليها كويسة، فانا اقدر ساعتها اكتب ايه: when he went to Miss Havisham to cheer her up، when he went to Miss Havisham to cheer her up، عشان يخليها مبسوطة او ان هو يفرحها. That's all، يعني I hope ان احنا نكون استفدنا من البارت ده بتاع الستوري. I wish you all luck.